الناس كلها يوم العيد شاي بلبن بكحك، شاي بلبن بكحك. انا كيفي بقى يا جدعان شويه القهوه ام لبن كده بكحك. فتعالى اما اقول لك على احلى فنجان قهوه فرنساوي تشربه في حياتك. الحاجه هتحتاج لبن برازيلي فاتح. فتعالى نروح نطحن البرازيلي الفاتح ونيجي نعمل ايه القهوه بتاعتنا. بقى البن البرازيلي بتاعك كده جدعان، احلى قهوه تشربها فرنساوي في حياتك هتشربها من البن البرازيلي. مرارته قليله جدا وكريمي جدا، فبيخلي القهوه خطيره. هنحط معلقه كده ونص، انا بحبها بصراحه تقيله لان بستخدمها كاني بشرب قهوه تركي، فعايز نسبه كافيينها تكون كويسه. هحط مقدار السكر، انا بشربها على الريحه. طبعا السكر رغبات يا جدعان في القهوه، عشان ما حدش بس يفتح عليك يقول لك ايه قهوه بسكر انت مش كيف قهوه والكلام ده. حط الحليب بتاعك الجميل وابدا قلب قهوتك على نار بقى متوسطه كده. واهم حاجه النار تكون يعني البوتاجاز بتاعك يكون ساخن شويه. لو انت هتستخدم بوتاجاز او بلاطه او ايا كان انت هتستخدم ايه، تكون مشغله من قبلها. لو انت هتحط حاجه مثلا على البوتاجاز عشان تعمل القهوه، ونزل قهوتك بجد خطره. انا بجد مش عايز اقول لك قد ايه القهوه ديت واحده من احلى الحاجات اللي انا بشربها في حياتي. فتعالى نسيبها تستوي وبعدها كده افرغها معايا. طبعا بعد ما القهوه استوت احنا مش محتاجين نفرغها على مرتين. بص بجد نازله دايبه. بص انا مش عايز اقول لك وشها كل حاجه فيها كريمي كده. مش ناقصه غير شويه كحك. وعيد سعيد عليكم وكل سنه وانتم طيبين. وما تنساش لو انت ما تعرفنيش انا علاء فوده وبعرفك كل حاجه عن القهوه.